أنا اسمي ملك، عندي 25 سنة، عايشة مع والدي في نفس البيت. كنا عايشين زمان أنا ووالدي ووالدتي. بس والدتي توفت من حوالي 5 سنين. فضلت عايشة أنا ووالدي في نفس البيت. كان عندي 20 سنة وقت ما والدتي توفت. طبعا كنت صغيرة وما كنتش أعرف حاجات كتير في الدنيا، أو ما كنتش كبيرة بما فيه الكفاية يعني. طبعا والدي في الوقت ده، رغم ان هو كان بيحب والدتي جدا وبتعلق بيها جدا، بس كنت بسمعه بيتكلم في التليفون مع واحدة وبيقول لها ان هو عاوز يتجوزها، علشان يعني تاخد بالها منه وكده. والدي عنده حوالي 50 سنة، 51 سنة، بس الحقيقة ما يبانش عليه السن نهائي لأنه رياضي جدا ويعني بيخلي باله من صحته ومن أكله والكلام ده. بعد فترة طبعا أنا كنت 20 سنة، وفي الوقت ده كان في عرسان كتير بيتقدموا لي. بس أنا كنت برفض علشان مش عايزة أسيب بابا لوحده. أبويا اتكلم معايا كتير في الموضوع ده وقال لي يا بنتي دي سنة الحياة، وكده كده لازم تتجوزي علشان تعيشي حياتك وتعيشي سنك. كنت في البداية برفض تماما، لحد ما جه ابويا اتكلم معايا في موضوع الجواز ان هو عاوز يتجوز. فانا الحقيقه قلت له انا مش عايزه حد غير ماما في البيت، وانا مش موافقه وانت مش ناقصك حاجه. يعني انا بعمل لك كل حاجه انت عاوزها، بغسل لك وبطبخ لك وبنضف البيت وبعمل كل حاجه. طبعا انا زي ما قلت لك كنت صغيره ومش فاهمه ان في حاجات تانية كل الناس محتاجاها، بمعنى اصح اذا كان راجل ولا ست. قال لي يا بنتي انت لسه صغيره ومش عارفه حاجه، انا لسه صغير وعايز برضو ايه اعيش حياتي واعيش سني. انا بقى كنت بحب والدتي الله يرحمها، بس خلاص الدنيا ما بتقفش على حد. فقلت له بابا عشان خاطري انت لو اتجوزت حياتنا هتبوظ، بمعنى صح مش هعرف اعيش معاك حتى لو هي كويسه وكل حاجه. بس انا يعني من جوايا هبقى متاكده وعارفه ان هي اخدت مكان والدتي في البيت وفي قلبك وفي كل حاجه. المهم فضلنا فترة كبيرة كل شوية هو يتكلم معايا في موضوع الجواز علشان عايزنا نتجوز. وانا اتكلم معاه فترة كبيرة جدا علشان عايزاه يشيل فكرة الجواز من دماغه. فضلنا فترة كبيرة على النظام ده لحد ما يعني تقدم لي شخص هو ابويا كان موافق عليه جدا. ما كنتش عارفة ايه السبب، بس ابويا كان بيقول لي مش هتتجوزي غير الشخص ده. فاستغربت جدا ولقيته قاعد في مرة كده بيشرب فنجان القهوة. فقلت اما راح اتكلم معاه، هو دماغه رايقة كده وكويس. فقلت له بابا يعني اشمعنى الشاب ده او اشمعنى الشخص ده اللي انت مصمم ان انا اتجوزه؟ قال لي بصراحة كده علشان يعني هيسافر بره، وهو اصلا بيشتغل في دولة عربية وهيتجوزوا وهتسافروا بدل ما تبقي عايشة هنا. وانا كده كده هتجوز، ومش هينفع زي ما انت قلتي اتجوز وانت موجودة. حتى لو هتتجوزي في شقة تانية، بس اسمك برضه هتبقي رايحة جاية عليا ومش هتبقي براحتك، ومراتي كمان مش هتبقى براحتها. فكلامه بصراحة يا جماعة ضايقني جدا، لدرجة ان انا ما بقتش عارفة يعني اعمل ايه اكتر من اللي انا بعمله علشان يشيل فكرة الجواز من دماغه. قلت له يا بابا انا مش هتجوز ومش هسافر ومش هسيب البيت ومش هسيبك، انا عايشة معاك وهفضل معاك على طول. اعتبرني مش هتجوز نهائي، هفضل عايشة معاك. قال لي يا بنتي انت لسه عيله صغيره ومش فاهمه الكلام اللي انت بتقوليه، ولما تكبري هتحسي ان انت محتاجه حد جنبك، محتاجه حد في حياتك. نفسك تخلفي وتبقي ام وتعيشي زيك زي صحباتك اللي من سنك. انت صحابك دلوقتي مخطوبين وفي منهم اللي اتجوز. كنت 20 سنه زي ما بقول لكم في الوقت ده، كان او 21 سنه بعد وفاه والدتي بسنه واحده. فالحقيقه نفسيتي تعبت خالص مع اصرار والدي ان هو يتجوز يعني. بقيت بقعد في اوضتي بالساعات مش بخرج، ما بقيتش عايزه اتكلم معاه. بقيت كل شويه بعيط. بقى ينده عليا علشان اتغدى او نخرج زي ما كنا متعودين، كنت برفض. لاحظ ان انا نفسيتي تعبانه جدا. قعد فتره كبيره ما بيحاولش اصلا يعرف ايه اللي مخليني بالحاله دي او ايه اللي حصل لي او المهم في مره وانا كنت قاعده في اوضتي براحتي طبعا، بنت صغيرة وقاعدة براحتها في بيت أبوها. لقيته بيخبط عليا في الباب، رحت فتحت قال لي أنا عايزة أتكلم معاك شوية. قلت له اتفضل. طبعا أنا كنت 21 سنة زي ما قلت لكم، بس كان اللي يشوفني يقول عليا 25 سنة أو حاجة. الفاكهة جميلة جدا وكل حاجة مظبوطة. قعد يتكلم معايا وبيقول لي
انا عايزه اتجوز علشان يعني واحده تاخد بالها مني، انا السن بيجري بيا والعمر بيجري بيا. قلت له يا بابا ده مش مبرر خالص، انا مش مخليك محتاج حاجه. الاكل بعمله لك وبنضف البيت واغسل لك هدومك واكوي لك هدومك، ايه اللي ناقصك تاني؟ طبعا وانا بتكلم معاه في الحاجات دي لقيته يعني عينه دي مش عايزه تتحرك من على التفاح ولا البطيخ. مش عارفه ايه اللي حصل لي في الوقت ده، بقيت بسرح بخيالي رغم ان انا في حاجات كتير ما كنتش عارفاها. وابتدى والدي يتكلم معايا ويقول لي على فكرة انت زي القمر، انت نسخة طبق الأصل من والدتك. فقلت له طب خلاص يبقى انت كده مش محتاج حاجة، كأن والدتي ما توفتش يعني، أو كأنها عايشة معاك بالظبط. راح قال لي لا مش هينفع، في حاجات كتير قوي كانت بيني وبين والدتك. فقلت له حاجات زي ايه؟ قال لي مش هينفع احكي لك، طبعا انت لسه يعني هتعرفي الحاجات دي بعدين. قلت له عشان خاطري انا عايزه اعرف كل حاجه علشان يمكن اقدر اكون زيها بالظبط وما تحتاجش ان انت تتجوز تاني. فبدأ بقى يحكي لي الكلام اللي كلنا عارفينه، الحب والكلام ده. انا الحقيقه كنت يعني مبسوطه وانا بسمع الكلام ده، في نفس الوقت مستغربه شويه. وبعدين قعد يقول لي ان انا زي القمر وشبه والدتي بالظبط. وفجأة كده معرفش كأنه شاف والدتي قدامه او شاف والدتي فيا. ابتدى ان هو يعني يحس. انا يعني ما كنتش عارفة اقول له ايه الحقيقة، وانا هو شايفاه مبسوط وابتدى ان هو يتعامل وياكل في الفاكهة. انا كنت مستغربة جدا ومتضايقة جدا، بس في نفس الوقت عارفة ان هو مش مركز، وعارفة ان هو مش يعني بمعنى اصح. المهم قعد في اليوم ده حوالي ساعتين، وانا الحقيقه كنت زي ما قلت لكم على قد ما انا مستغربه على قد ما انا كنت مبسوطه جدا ومش مصدقه اللي بيحصل. رحت في دنيا تانية وهو عمال ياكل. كان شكله جعان جدا طبعا، بقاله سنه او سنه وشهرين ثلاثه. وهو كان عمال ياكل، كان عمال يقول لي وحشتيني. بيندهني طبعا باسم والدتي. وليه سبتيني وانا مش عارف اعيش من غيرك. انا طبعا بسمع الكلام ده مش عارفه اتكلم ومش عارفه حتى اقول له هو ايه اللي انت بتعمله ده. انا طبعا من كتر ما هو كان عمال يتكلم ويفتكر في والدتي، انا حسيت ان انا خدت مكانها في كل حاجه، انتوا فاهمين. فعلا بدأ ان هو يتعامل وياكل في البطيخ وفي الرمان. المهم قعد زي ما قلت لكم حوالي ساعه او ساعه وشويه، وبعدين بعد ما خلص اللي هو قال لي انا مش عارف ازاي ده حصل وانا اسف، وفضل يصالح فيا ويقول لي ما تزعليش. وانا اصلا في الوقت لما كنت زعلانه بالعكس انا كنت فرحانه جدا. وبعد ما خلصنا زي ما قلت لكم قلت له يعني انت كده خلاص اعتبرتني والدتي، او يعني خلاص مش هتتجوز. راح قال لي مش هينفع برضه في حاجات يعني مهما حصل في حاجات بتبقى بين مش هينفع الموضوع ده. فقلت له طب خلاص انا عندي فكره. راح قال لي فكره زي ايه؟ قلت له هتعرف بعدين. المهم قلت له انا عاوزه يعني طقم جديد وحاجات كده عشان اخرج واتفسح زي الاول لما كنا بنخرج مع بعض. وفعلا خرجنا كام يوم. بعديها لقيت عريس جاي بيتقدم لي ساكن في الشقه بتاعته، هو يعتبر جارنا يعني، ساكن قريب مننا. اول ما قعدت معاه اول مره وافقت على طول. والدي استغرب جدا وقال لي هو مش انتي كنت رافضه فكره الجواز ومش عايزه تتجوزي، اشمعنى وافقتي؟ فقلت له انا وافقت علشان الموضوع يبقى عادي جدا، والطريق بمعنى صح يبقى قدامك كامل ومفتوح. فقلت له انا موافقه عليه. وفعلا اتخطبنا بالظبط 3 شهور. واللي كان محببني في فكرة الجواز من الشخص ده، أو اللي خلاني وافقت عليه، إن الشخص ده بيسافر برضه ورا في دولة عربية، بس مش هياخدني معاه، انتوا فاهمين. اتبسطت جدا من الموضوع، وفعلا اتجوزنا وقعدنا مع بعض شهر بعد الجواز. وبعد كده سافر وفضلت أنا ووالدي قاعدين في البيت. طبعا والدي الدنيا كلها بقت قدامه وبراحته وكل حاجة. ما أنا خلاص بقيت متزوجة يعني. زوجي قعد حوالي هو كان من زمان قوي بيسافر بره، فالاجازات دي براحته كان بينزل كل شهرين او كل 3 شهور. بيقعد اسبوع، فطبعا طول الاسبوع ده كان
يعني ممكن يطلع يروح عند أصحابه الصبح، ما بيرجعش غير آخر النهار. فأنا طول النهار عند والدي، بيحصل كل حاجة. وبالليل طبعا مع زوجي في شقتنا برضو بيحصل كل حاجة. أنا عارفة إن كل ده يعني ممكن ناس كتير ما تصدقوش، بس فعلا بعد كل اللي حصل ده أنا ندمانة جدا. مش عارفة ازاي أنا عملت كده، ونفسي ربنا يسامحني ويغفر لي، ونفسي أتوب وأرجع لربنا. عايزة أشوف رأيكم في الكومنتات وتقولوا لي أعمل إيه.